النهارده هنقول لكم تجربتي في مطعم من المطاعم المشهوره الموجوده في اسكندريه، مطعم ابو راويه. ابو راويه متخصص في المشويات والاسماك. ابو راويه عنده فروع كتير، فرع سموحه اللي في وش جرين بلازا كان اقرب فرع ليا، وبما اني اول مره اروح الفرع ده فكان لازم اصور كل حاجه ونقول لكم بالتفصيل تجربتي الشخصيه. لو هتاكل سمك يبقى هتنزل تنقي السمك من معرض الاسماك الموجود على شمالك اول ما تخش. في ثلاجه ثانيه للحوم، بس اللي لفت نظري اكتر ان المكان شيك جدا ونظيف جدا جدا من حيث الديكور والنظافه. اديله 10 من 10. انا فضلت اختار ترابيزه في الطابق اللي فوق. مساحه المطعم كبيره جدا وفي اماكن مقفوله عشان لو حبيت شويه خصوصيه زياده. في نص المطعم في 2 روبوت بيساعدوا في تقديم الاكل. اما عن المنيو والاسعار، بالنسبه للاصناف فهم تقريبا بيقدموا كل حاجه تخص المشويات والاسماك. اما بالنسبه للاسعار من وجهه نظري الشخصيه تعتبر الاسعار متوسطه. بعيدا بقى عن المشويات والاسماك فهو عنده طواجن ورز ومكرونه تقريبا بكل انواعهم، ومش كده وبس، عنده كمان شويه اطباق غربيه زي الاسكالوب والبيكاتا بالاضافه للبيتزات والفطاير. بصوا هي المنيو كده ما خلصتش، بس انا يعني تعبت تصوير في المنيو. المميز عندهم برضو ان هم مهتمين بكل التفاصيل، حتى المفرش الطبق مكتوب عليه ابو راويه، الملاحه كمان مكتوب عليها ابو راويه، حتى ظهر الكراسي. انا ما بحبش انعزل عن الناس فاخترت الترابيزه على الواجهه مباشره. الناس اللي شغالين في المكان وعلى راسهم كابتن اوردر كانوا متعاونين جدا. المهم انا طلبت كيلو ميكس جريل وطبق محاشي مشكل وطبق رز بسمتي. بعد ما تطلب الاوردر بتاعك بينزل لك طقم السلطات اللي هم 9 انواع من السلطات. انصحك وانت بتطلب الاوردر تقول له ما ينزلكش السلطات غير مع الاطباق الرئيسيه بتاعتك، عشان في الغالب مش هتقدر تقاوم نفسك وهتاكل السلطات كلها مع العيش اللي هم منزلينه اللي يجنن. واخيرا طبق المحاشي نزل وبعده الرز واخيرا الميكس جريل. كانت تجربه جميله جدا والاكل عندهم كان رائع رائع رائع. تقييمي للاكل فعلا 10 من 10. وشكرا لفريق عمل ابو راويه، واكيد هزوركم تاني.